الكوتش اهم. اسالك مباراه الاهلي والزمالك الاخيره في البطوله الافريقيه، قلت الزمالك كان ممكن يحقق فوز تاريخي. طبعا ده كان ممكن. الحمد لله يعني معلش الزملكاويه ما يزعلوش، الحمد لله انت كان ممكن يعني خليني اقول سر اذا سمحت لي. ممكن اقوله واحنا قاعدين مع بعض في الاستوديو التحليلي. تقول الزمالك النهارده كان عنده فرصه يخلص هزيمه الست. فعلا فعلا ما فيش اسهل من كده. الفرقه كلها بتاعت النادي الاهلي كلها اوت اوف كنترول، كلهم صايمين، كلهم استسلموا في اول نص ساعه لهزيمه المباراه. هم خلاص وافقوا ان هم يتغلبوا، لان وافقوا خلاص. هم النادي الاهلي يا كابتن لما تلاقي العناصر بتاعته بيدخل فيها جون والناس ما بتكلمش بعض، والناس كلها ساكته في الملعب، بقوا مسلموا. ليه ده؟ اولا من الصيام، ما حدش قادر يكلم حد خالص. ثانيا انت النادي الاهلي لما بيجي فيه جون معروف ان هو بيبقى فيه هيجان في الملعب غير طبيعي. ما حصلش ده مش ما حصلش، ده الكره بتترمي من ورا سيد معوض انفراد، الكره بتترمي من ورا احمد انفراد، محمد ابراهيم رايح باثنين، واحمد عيد عبد الملك رايح بواحده، وعمر جابر رايح بواحده. ده معناه ايه؟ ان لو انت قلت كلمه حلوه قوي في تعليقك للمباراه. نادي الزمالك مش مصدق نفسه. هو لو صدق نفسه كانت هتبقى 3-0 في اول نص ساعه، وربنا يستر، وكانت خلصت خلاص. مش كانت خلصت، كان ربنا يستر بقى. لان انت ما تعرفش في ساعه الهزيمه، في ناس بلغه الكوره بقى، في ناس بتهر. يعني ايه تهر؟ يعني استخبى، اطلع بره الكادر خالص. خلاص النتيجه بقت. رايك الاهلي محظوظ جدا في المباراه دي. محظوظ عشان نادي الزمالك ما كانش مصدق. لكن خبره لعيبه النادي الاهلي رجعته. مساله ان نادي الزمالك بالغ جدا في انه اول ما جاب الجون نزل نص ملعبه، فخلاص انت ريحتني باحمد جعفر على قصه نص الملعب بتاعهم. فانت ريحتني خلاص، انا هباصي، والنادي الاهلي مش عايز غير كده.